هذه ميزان يومي ومحك يومي يزن الإنسان نفسه كيف شأنه. إذا أذن للصلاة وأوقف أعماله، أوقف مصالحه، أوقف أموره، واتجه لبيت الله وأقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى، فهذا والله من أمارات الخير ودلائل الفلاح. أما إذا كان يؤذن المؤذن وينادي وتقام الصلاة ومشغول بدنياه، بعض الناس ينادى للصلاة والشاهي الآن جهز، ما يستطيع يقوم، يجلس يشرب الشاهي إلى أن تخرج الصلاة، يشرب الشاهي ويتحدث مع زميله أو أمامه الشاشة وينظر فيها من خير أو شر، وينادى للصلاة وهو جالس. الصلاة سبحان الله ميزان يومي. وإذا صحبت شخصا ورأيت منها المحافظة والعناية بالصلاة فهذا من أمارات الخير، وإذا رأيت مضيع للصلاة فهذا من أمارات الشر، ليس من أمارات الخير. ولهذا الصلاة يوميا تكشف لك حالك أنت وأيضا حال من تصاحب. وقد قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ما يلهيه شيء عن ذكر الله ولا يلهيه شيء عن إقام الصلاة، مهما كانت الدنيا لا تلهيه ولا تشغله.